في البداية أحب أقول لكل متابعيني اللي بيدعموني: أنتم السبب بعد ربنا إن نكمل، وربنا يكرم كل إنسان بيحاول بالحلال وبيحارب عشان حلمه حتى لو الدنيا كلها كانت ضده. إن كنت أنت مهتم بموضوع المحتوى التافه والمحتوى الجيد استناني، لأن الكلام ده أو الفيديو ده يهمك ويخصك. كمل معايا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير ومع فيديو جديد من فيديوهاتنا التحفيزية. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم بمشيئة الرحمن. بص يا صاحبي، أنا النهاردة مش جاي أعمل فيديو عادي ولا جاي أقول كلام تنمية بشرية محفوظ ومتكرر. أنا جاي أتكلم من قلب واحد شاف التعب وشاف الإحباط وشاف ناس كتير بدأت بحلم وانطفى جواها النور بسبب كلمة. عارفين إيه هي؟ المحتوى التافه هو اللي بينجح. انا شفت التعليقات اللي اتكتبت، والله التعليق وجع ناس كتير. يا جماعه، القنوات اللي بتحترم عقل المشاهدين وبتحترم عقل المتابعين بقول لهم اثبتوا، لان المؤثرين الحقيقيين بيعيشوا، انما التفاهه لها وقتها وبتخلص وبتتنسي وبتمشي بسرعه. اما المحتوى المؤثر او المحتوى المفيد او اللي له هدف، صدقوني بيتعب في الاول، وكل نجاح لازم له تعب، ضريبته التعب، بس بيستمر والناس بتتابعه وبتفضل متابعاه وبتحفظه. ان كان بطيء شويه، بس في النهايه هو اللي بينجح وهو اللي بيسيطر. ادوني من سنين طويله حاجات تافهه وفضلت عايشه معانا لحد دلوقتي. لا، صعب، الا بقى تكون حالات بقى ايه شاذه عن القاعده. كلمه المحتوى التافه هو اللي بينجح، الكلام ده صح، بس برضه في جزء تاني لازم نفهمه. ايوه، في فيديوهات تافهه بتجيب ملايين، وفي ناس بترقص وتهزر وبتطلع ترند في يوم وليله، وفي ناس بتتعب شهور وسنين ومحدش شايفها، وده يوجع. يوجع، خصوصا لما حد يقول لك نفسي في فرصه، او واحد يقول لك تعبنا. والله الجمله دي لوحدها وراها حكايات، وراها ناس عندها مسؤوليات، ناس نفسها تفرح وتفرح اللي حواليها، ناس بتحاول تهرب من الفشل، ناس كل يوم بتقوم تكمل بالعافيه. بس اسمعني، اكبر كذبه اتقالت لجيلنا ان النجاح لازم يجي بسرعه. السوشيال ميديا خلت الناس فاكره ان اي حد يقدر يصحى مشهور بكره، لكن ما حدش بيشوف السنين اللي اتكسرت فيها الناس قبل ما حد يعرف اسمائهم حتى. ما حدش بيشوف اللي كان بيصور ومفيش حد بيتفرج. ما حدش بيشوف اللي كان بيتريقوا عليه. ما حدش بيشوف اللي كان نفسه يسيب كل حاجه وينام من القهر. كل الناس شافت النتيجه، لكن ما حدش شاف الحرب. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا: المحتوى التافه ممكن يجيب رقم، لكن مش دايما بيصنع قيمه. وفي فرق كبير جدا بين واحد الناس بتتفرج عليه دقيقه وواحد الناس بتفتكره سنين. في ناس بتعمل ضجه وفي ناس بتسيب اثر. وانا مش ضد الضحك ولا ضد الترفيه، لكن ضد ان الانسان يتنازل عشان كم مشاهده، ضد ان واحد يفضل يمثل انه سعيد وهو مكسور، ضد ان الانسان يتحول لسلعه. اكيد حد دلوقتي بيقول لي تفاهه تفاهه بس نطلع ترند. اوعى تبيع قيمك ومبادئك عشان خاطر مشاهدات عاليه. صدقني هتندم، مش هتحس بيها دلوقتي، هتحس بيها بعدين. خلي لك قيمه، وخلي دايما قيمتك عاليه قدام الناس وقدام المشاهد. حتى لو كنت انت بتقول بينك وبين نفسك اللي بيتفرجوا عليا ما يعرفونيش، لكن صدقني الدنيا صغيره ومسير الحي يتقابل زي ما بيقولوا. انت مش رقم يا صاحبي، انت بني ادم لك قيمه. وعايز اقول لكل واحد حاسس ان حلمه بعيد: في ناس ربنا بيديها بسرعه، وفي ناس ربنا بيبنيها على مهل. والبناء البطيء اوقات بيعيش اكتر. عارف الشجره اللي جذورها ضعيفه؟ اول هوا او عاصفه بتوقعها، لكن الشجره اللي اتاخرت وهي بتكبر دي اللي بتستحمل العواصف. اوعى تفتكر ان تعبك رايح هدر. كل فيديو بتعمله وكل فيديو بتفشل فيه وكل لحظه احباط دي مش نهايه، ده تدريب. والله في ناس لو النجاح جالها بدري كانت هتضيع. التاخير ساعات بيحميك. وعايز اقول كلمه للناس اللي تعبت فعلا: انت مش متاخر، انت في طريقك. في فرق كبير بين ان احنا بقينا عايزين كل حاجه بسرعه، ونجاح بسرعه، فلوس بسرعه، شهره بسرعه. لكن الحياه مش شغاله كده. الحياه بتدي للي بيكمل. في ناس بدات معاك واختفت، وفي ناس كانت بتضحك عليك ومشيت، وفي ناس كانت شايفه حلمك على انه هزار. لكن المهم ان انت لسه واقف، وده لوحده بطوله. واوعى تزعل نفسك بسبب قله الامكانيات. ناس كتير بدات بموبايلات تعبانه وامكانيات قليله، اوضه صغيره، صوت ضعيف، لكن كان عندهم اهم حاجه: الاصرار، التحدي. الاصرار اقوى من الموهبه. عارف ليه؟ لان الموهوب لو يأس بيقف،
لكن المصر بيكمل حتى وهو تعبان. وانا النهارده مش بطلب منك تبقى مشهور، انا بطلب منك ما تستسلمش، لان الاستسلام هو الهزيمه الحقيقيه. اما التعب كلنا بنتعب، اما السقوط كلنا بنقع، اما الاحباط كلنا عدينا بيه. لكن الفرق بين انسان وانسان مين فيهم قام تاني، ما استسلمش. وفي نقطة مهمة جدا، ما تخليش المشاهدات هي اللي بتحدد قيمتك. في فيديو ممكن يجيب 1000 مشاهدة ويغير حياة شخص، وفيديو تاني يجيب مليون ويتنسي بعد يومين. القيمة مش دايما في الرقم. وانا مؤمن بحاجة، ان الناس بدأت تفوق. ايوه صدقوني، يمكن التفاهة صوتها عالي دلوقتي، لكن الناس مع الوقت بتدور على الصدق، بتدور على المحتوى المحترم. صدقوني في تغيير. فلما التغيير يبدأ وعقول الناس تبتدي تفكر وتدور على المحتوى الجيد، ما تنسحبش انت، ما تيأس انت. صدقوني جاية عمر التفاهة ما هتستمر. هو انتم مؤمنين ان الشيء التافه بيعيش؟ لو انتم مؤمنين بده، اقفلوا فيديوهاتكم واقفلوا موبايلاتكم وخليكم بتتفرجوا على الفيديوهات وخلاص التافهه. لكن لو انت مؤمن ان التافه ما بيعيش وعمره قصير، صدقني هتكمل وهتفضل مصر على اللي انت بتعمله، ما دمت بتقدم محتوى هادف ومميز ومن وراه هدف. كلنا بنقعدوا في العادات بنقولوا الفيديوهات التافهه، الفيديوهات. لما كلنا نقول الفيديوهات التافهه، مين اللي هيقدم المحتوى الجيد؟ ولما يجي حد يقدم محتوى جيد بييأس ويستسلم، يبقى هو ما كانش الاساس فيه انه يقدم محتوى هادف وجيد، كان هدفه الاساسي الماده. صدقوني ما تزعلوش من الكلام ده، كان هدفه الاساسي فلوس. الماده ده يوتيوب ده بيكسبه، ده بيعمله. فعشان كده بييأس بسرعه، عشان ما عندوش الاراده ولا التحدي انه يوصل فكرته او محتواه الجيد او الهدف اللي عايز يوصله للناس. ما عندوش الاراده ده. صدقني الانسان بيتعب من الزيف، بيتعب من الشيء المزيف، وبيجي يوم يدور فيه على كلمه حقيقيه، على حد يشبهه، على حد يقول وجعه. عشان كده اوعى تغير نفسك عشان ترضي خوارزميات. اتطور، اتعلم اكيد، حسن مستواك ومحتواك لازم، لكن ما تبقاش نسخه رخيصه من حد تاني. خليك انت بصوتك بطريقتك بروحك، ولو الطريق صعب افتكر ان الحاجات العظيمه عمرها ما كانت سهله. صدقني ناس كتير بتدور على الحاجات المحترمه عشان توصلها لاولادها. في ناس بتخاف على اولادها من السوشيال ميديا، فلما بيبقوا مجبرين ان عيالهم يمسكوا الموبايلات ويتفرجوا، فيحاولوا يساعدوهم انه يدوروا على محتوى جيد. ما تجيش انت اللي بتقدم المحتوى الجيد ان كان ده هدفك تيأس وتستسلم وتتراجع وتسيب الساحه للتافه. امال مين اللي هيقدم المحتوى الجيد؟ وفي النهايه كل واحد قال تعبنا، اعرف انك انت مش لوحدك. كل واحد قال نفسي في فرصة، يمكن الفرصة دي تبدأ من فيديو واحد، من محاولة واحدة، من قرار انك ما تقفش. اوعى تطفي النور اللي جواك بسبب تأخير النتيجة. الليل مهما طال الصبح لازم يجي. رسالتي الأخيرة، خليك محترم حتى لو العالم حواليك بيكافئ التفاهة، وخليك حقيقي حتى لو التمثيل أسهل، وخليك صابر حتى لو الطريق طويل. لأن النجاح الحقيقي مش إن الناس تعرف اسمك، النجاح الحقيقي إنك تبص لنفسك في المراية وتكون فخور إنك ما بعتش نفسك عشان شوية مشاهدات. أشوفكم في فيديو تاني، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. سلام.